السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم غادي نغوصوا في أعماق قضية هزت الرأي العام المغربي، قضية اللي تجاوزات مجرد شجار مروري بسيط للتكشيف لنا على وجه آخر من وجوه التهور. احنا اليوم بصدد الحديث على واحد الواقعة شهيرة معروفة بموت الزرواطة والسائق ديال الشاحنة اللي كان بطبيعة الحال ضحية، ولكن الجديد والشيء المثير اليوم ماشي هو الحادث في الحد ديال ذاته، بل هي تلك المعطيات الصادمة اللي كشفات عليها زوجة الضحية في خروج إعلامي استثنائي. شهادة حبلى بالتفاصيل كتعيد رسم الملامح ديال الجريمة وكتطرح علينا تساؤلات جوهرية. واش فعلا كان الأمر مجرد لحظة غضب عابرة أم أننا أمام سلوك إجرامي مبيت؟ اليوم إخواني أخواتي بقاو معايا حيت كاينين بزاف ديال المعطيات الخطيرة والخطيرة جدا. الزوجة وفي حالة نفسية يطبعها التأثر البليغ صرحت باللي داكشي اللي وقع لراجلها اللي كيرقد حاليا في العناية المركزة بين الحياة والموت ما كانش صدفة، يعني ما كانش شي حاجة عادية وقعات لله في سبيل الله. السيدة كشفات باللي المتهم كان ديما هاز معاه واحد زرواطة وعصا كتشبه المضرب ديال البيسبول داخل السيارة ديال نقل المستخدمين. هذا المعطى اخواني اخواتي كيعقد المسطره القانونيه وكيبين بان المتهم كان ديما مستعد للمواجهه الجسديه مع اصحاب الشاحنات، يعني موجد راسو دائما بحال هذه اللحظات باش يضرب شي واحد بهذه الطريقه وكانه وسيله لفرض قانون الغاب وسط الطريق. اخواني اخواتي اللي خاصنا نعرفوا ماشي غير الضرب والجرح هو اللي كاين في هذا الملف الثقيل. الزوجه زادت فجرات مفاجاه اخرى وقالت باللي راجلها تعرض لتهديدات وضغوطات نفسيه كبيره قبل هذا الحادث بالضبط واثناء الواقعه. هذا الشيء كيعطينا مؤشر باللي كاين نوع من الاستقواء الممنهج من الناحيه السيكولوجيه والاجتماعيه. هذا النوع من التهديد كيخلي العائله تعيش في رعب مستمر حتى وهي بعيده عن مسرح الجريمه. وبناء على هذا الشهادة العائلة الآن متمسكة بمطلب واحد ووحيد: تشديد العقوبات إلى أقصى حد. وهنا كيشوفوا باللي ذاك الانهيال بالضرب حتى فقدان الوعي هو محاولة قتل غير مباشرة وما يمكنش يتصنف كمضاربة عادية على حق الأسبقية ولا أي حاجة من هذا القبيل. ودابا اخواني اخواتي وصلنا لمربط الفرس. ركزوا معايا في هذه النقطه اللي كتروج في الكواليس. كاين اخبار كتقول باللي دفاع او عائله مول الزرواطه كيحاولوا يمشيو في اتجاه اثبات باللي المتهم كيعاني من اضطرابات نفسيه، وهذه هي الورقه اللي كيلعبوها جميع المجرمين والعائلات ديالهم، او فقدان للوعي لحظه ارتكاب الفعل باش يخففوا عليه الحكم. واش هذا الاخ ما كانش فاش كان كيخدم مده وسنين في هذه الشركه يكون عنده اضطرابات نفسيه ما جاوه غير البارح، او فقدان الوعي ما جا غير في ديك الحاله؟ فسبحان الله. اخواني اخواتي بيني وبينكم من وجهه نظر تحليليه هذه الادعاءات ما هي الا وهي محاوله بائسه للالتفاف على صرامه النص القانوني. الزوجه وصفت هذا الهضره بالخزعبلات بطبيعه الحال وما تقبلوهاش. واش يعقل شخص كيسوق حافله ومسؤول على ارواح عشرات المستخدمين يكون غير واعي بالتصرفات ديالو؟ القانون المغربي واضح وضوح الشمس، والواقعة موثقة بالصوت والصورة، والضرر الجسدي بليغ، والتوقعات كتقول باللي الحكم يقدر يوصل ل20 سنة سجنا نافذا. هاد القضية إخواني أخواتي هي مرآة لواقع مر كنعانيو منه في الطرقات ديالنا. لحظة غضب، قرار ألعن، وشعور كاذب بالقوة يقدر يدمر حياة عائلات ويشرد أطفال. الضحية مازال كيصارع من أجل البقاء، والمتهم كينتظر سنوات طوال خلف القضبان. كانت هذه قراءتنا في آخر تطورات ملف مول الزرواطة. شاركونا آراءكم في التعليقات. واش كتشوفوا باللي العقوبة خاصة تكون قاسية باش تكون عبرة للآخرين؟ شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.